النهارده هتكلم عن فيلم تاج. فيلم تاج من احدث الافلام اللي نزلت في عيد الاضحى السنه دي 2023. الفيلم من بطوله تامر حسني، وقصه وحوار وسيناريو تامر حسني، وانتاج تامر حسني، والاغنيه اللي في الفيلم معروفه تامر حسني. وبيشارك تامر حسني في البطولة دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل، وكمان الممثلة ساندي. الفيلم بيتكلم عن أول سوبر هيرو مصري. قصة الفيلم بتتكلم عن تاج، الولد اليتيم اللي بيشتغل في مدرسة وبيظهر عليه قوة خارقة، وبيظهر له كمان إنه له أخ توأم عنده نفس القوة دي، وبيلاقي كتاب كده بيعرف القدرات دي جات له منين. وهنا بتبدا بقى احداث الفيلم وصراع الخير والشر. وفيلم تاج يعتبر اول فيلم سوبر هيرو، بعيدا بقى عن الرجل العناب اللي يعتبر من احلى الحاجات السوبر هيرو اللي انت ممكن تشوفها، الحاجات المصريه طبعا. فهل فيلم تاج يستحق الضجه اللي معموله دي ولا لا؟ خلينا نشوف. ويدخل على التمثيل. بالنسبه لي تامر حسني عمل اداء حلو جدا من حيث التمثيل، بس مش من حيث ان هو سوبر هيرو واكشن السوبر هيرو والكلام ده كله. وكمان فكره القابل بينه وبين دينا الشربيني كانت حلوه جدا في الفيلم، بغض النظر عن ان هم حبوا بعض كده، اللي هو انت اصلا ما لحقتش تتعرف عليها، ازاي لحقت تحبها كده؟ فاهمني؟ وكمان دينا الشربيني ما كانش دورها كبير قوي في الفيلم، ما كانش دورها اكبر حاجه، لا هي ظهرت شويه وخلاص. الفيلم كله كان داير حوالين تامر حسني وعمرو عبد الجليل. وعمرو عبد الجليل في الفيلم ده بالنسبه لي كان شايل الكوميديا على كتافه، هو اللي كان ماشي بالكوميديا في الفيلم، بغض النظر طبعا عن تامر حسني. والكوميديا بالنسبه لي في الفيلم متقسمه نصين، الفيلم بتاع الكوميكس والكوميديا اللي احنا عارفينها من الفيس والكوميكس اللي بنشوفها، وكوميديا النكت الجنسيه اللي كانت زياده قوي في الفيلم. مش شرط عشان تعمل فيلم جامد لازم تحط فيه نكت جنسيه، لان الفيلم اصلا يعتبر للاطفال، فازاي تحط حاجه زي دي في الفيلم؟ ما شاء الله يخرب بيتك. تاج، هو احنا كده نتجوز عادي؟ اثبت يا هيرو. هروح ازاي كده؟ والاكشن في الفيلم ده كان موجود على استحياء، مش الاكشن اللي هو انا داخل فيلم اكشن كوميدي زي مثلا افلام محمد امام، لا انت داخل فيلم المفروض سوبر هيرو، الاكشن فيه يكون اقوى من كده بكتير. فالاكشن في الفيلم بالنسبه لي ما كانش كتير قوي زي ما كنا متوقعين. ودلوقتي هندخل بقى على المؤثرات البصريه والسي جي اي في الفيلم. بالنسبه لي كفيلم مصري كانت كويسه، والتطور ده كان باين في الفيلم، لان الناس دلوقتي بقت بتتفرج على افلام بره وبتيجي تقارن بينها وبين الافلام المصريه. واخرهم فيلم فلاش اللي على فكره السي جي اي بتاعه كان كارثي. وبالمناسبه عملنا له مراجعه هنا في القناه، ابقى ارجع شوفه، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب لو انت لسه ما عملتش لحد دلوقتي، لان ده اكيد بيساعد. عندي قوه خارقه وبختفي، المكان اللي بفكر فيه بروحه، وكل شويه بكتشف حاجه. انت فاهم حاجه؟ كل بنت بتحتاج في حياتها بطل، مش شرط بطل خارق بس فالسي جي اي في الفيلم كان حلو جدا جدا، وفعلا باين ان هو مصروف عليه كويس، بغض النظر عن مشهد او مشهدين السي جي اي كان كارثه فيهم. مشهد في اخر الفيلم ومشهد كده مش عايز احرقه، بس هو مشهد حلو، بس باين السي جي اي الرديء فيه، فباين ان هو كروما، انت شايف كروما ورا، فكان ضعيف شويه في الفيلم. بس عموما السي جي اي كان حلو جدا جدا في الفيلم ده. بالنسبه لي كان في كام سلبيه كده في الفيلم ده، اولهم الموسيقى. يعني خلاص الدنيا ضاقت بيك انك تروح تجيب الموسيقى بتاعت سبايدر مان، خلاص يعني مش للدرجه دي، يعني حاول تطور شويه في الموضوع ده يا تامر. الفيلم حوالي ساعتين الا تلت، ازاي فيلم يعتبر قصير تحس فيه بالملل؟ وده راجع لكتابه السيناريو لتامر حسني. فممكن سلبيه زي دي تتعدل بعد كده في الجزء الثاني اللي تامر كان ناقص يقول لنا في الفيلم ان في جزء ثاني في الفيلم. خلاص عرفنا يا عم تامر، بس اتمنى في الجزء الثاني تجيب حد يكتب السيناريو والحوار والقصه بتاعت الفيلم، ودي كانت من عيوب الفيلم اللي لازم تتعدل بعد كده لو هيعملوا جزء ثاني يعني. الاتوبيس ده هينفجر حالا. وكمان من عيوب الفيلم كانت في حاجه غريبه في تامر حسني، يعني انت طالع في دور خير ودور شر، اللي فرق بينهم بس هو لون عينيهم. سلبيه غريبه، ممكن تجيب ممثل تاني يعمل دور الشرير، مش لازم جو محمد رمضان ده، يبقى الاب نفس الاب، وجو ناصر الدسوقي ورفاعي الدسوقي وكل الكلام ده كله. وبالنسبه لي دي من سلبيات الفيلم. عموما فيلم تاج من بطوله تامر حسني، الفيلم ده يعتبر فيلم جديد وحلو، مش الحلو اللي هو واو، لا جديد من نوعه وتجربه جديده علينا في السينما المصريه. فروح شوف الفيلم في السينما وقول لي رايك في الكومنتات. وده كل كلامنا عن فيلم تاج وبس كده. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. سلام. وعمرو عبد الجليل في الفيلم ده والكوميديا في الفيلم بالنسبه لي كانت متقسمه نصين. والكوميديا بالنسبه لي في الفيلم متقسمه. ندخل بقى على المؤثرات الصوتيه والسي جي اي في الفيلم.
ولو عايز تابعني على الحسابات الشخصيه